السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. والنهاردة الفيديو بتاعي هعمل معاكم البروست بطريقة حلوة وهيعجبكم ان شاء الله. بصوا، انا كنت متبلاه، هنزل لكم الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله، التتبيله بتاعته، وهقول لكم على التتبيله بتاعته انا كنت متبله ازاي. بصلايه وطماطمايه والبهارات بقى، عندك فلفل اسود وملح وشطه، مش هنحط كمون، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وليمون. وخلطتهم في الخلاط، وبعد كده بس خلطته ناعم، وحطيت عليه التتبيله وحطيته في الفريزر وطلعته بقى فك. وهعمل انا دلوقتي جبت عشان ما بهدلش الدنيا، جبت كيس وحطيت فيه شويه دقيق، وما احط فيه القطعه بتاع البروست و وبغلفها كده بالدقيق. وبعد كده هزود ميه وعلى الميه دي، على التتبيله يعني، وايه هحطها على اللي هو القطعه اللي هي بدقيق دي، وهرجع احطها تاني في دقيق. انت هتشوفوا معايا دلوقتي. تمام. فبجد طلع خطير خطير يعني معلش. التتبيله لو انتوا عايزين تشوفوها هتلاقوها، يعني هسيبها لكم في صندوق الوصف وبشوفوها بالظبط. يعني انا كنت عاملاها قبل رمضان، في التفريزات يعني بتاعت رمضان وكده. فبصراحة الموضوع بيسهل علينا كتير في الصيام، الواحد يعني ما يبقى تعبان وكده، فلما انت تطلع الحاجة وتعملها على طول بتبقى بصراحة حلوة وبتنجز معاك الوقت وتريحك كده. تمام. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده، انا حطيتهم في الاول في دقيق، وبعد كده بحطهم في المية وارجع احطهم في دقيق تاني. ماشي. هيعمل لنا كفر حلو. بصوا والله العظيم الكفر كان ناشف ناشف كده بطريقة تحفة، وشكله ذهبي وخطير بصراحة. تمام. بصوا، في ناس مش اما تحط بصل، اللي هو يعني انا حطيت بصلة فرمتها في الخلاط مع طماطمايه مع شوية مية صغيرين مع التوابل، وحطيت توابل. يعني انتوا بصوا هتشوفوا الوصفة بالظبط، عشان انا بصراحة مش فاكرة التوابل، الحاجات اللي انا حطيتها بالظبط. يعني حطيت بابريكا والكلام ده كله. في ناس بقى بتحط مية بصل وملح وفلفل ومثلا لو في توابل بروست وكده. تمام. بس التتبيله براحتك، يعني انا التتبيله اللي انتوا عايزين تتبلوها براحتكم. لو انتوا حابين تعملوا التتبيله بتاعتي، اتفرجوا على الفيديو وشوفوها. تمام. مش حابين وانتوا مثلا متبلين فراخ، فاعملوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. زي ما انتوا شفتوا كده، انا حطيت في الاول القطع في الدقيق، وبعد كده رجعتها في الميه تاني. وفي ناس برضو بتحطها في ميه وميه بس ومن غير التتبيله دي، بس انت حطها في التتبيله، زودوا ميه على التتبيله دي، هتخلي الفراخ طعمها احسن يعني وكده. فانا بقيت ارجعها واعملها مثلا مرتين على حسب انت عاوزه. يعني انت ممكن ترجعيها في الميه مرتين، وبعد كده تحطها في دقيق. تمام. وهنا الزيت، طبعا دي ازازة زيت في الكزرولة دي، و... وسخنتها، وبعد كده انا حطيت اللي عندك كانت مش عالية جو، فحطيت على دي. تمام. وسخنتها، وبعد كده بقيت احط القطع، وما تقلبيهاش ولا تعمل الا لما تلاقيها هتلاقي القطع الفراخ نفسها اترفعت لفوق. طبعا اللي وصل لحد هنا اتمنى انتوا تشتركوا معايا في القناة وتكتبوا لي كومنتات حلوة ولايكات كتير. تمام. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. جربوا بجد الوصفة دي، وبجد بجد يعني خطيرة يا جماعة. الطعم يا نهار ابيض احنا ازاي هنشتريها من برا؟ بص دي يعني خلاص، اللي هو في الاول يعني اللي مثلا لسه مخدتش لون، هتشوفوها شكلها بجد تفتح النفس اصلا يعني. بس ويقول لك العين بتاكل قبل قبل البوق. فانت لما تشوفي، انا عن نفسي لما اشوف الحاجه شكلها حلو محبها ومحبه اكلها. تمام. فالحاجه لما تبقى شكلها حلو بتفتح النفس اكتر. فجربوا الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. طبعا انا ما جلبتهاش الا لما حسيت ان هي خلاص الكفر بتاعها مسك عليها، وبدأت أقلبها كده عشان اللي من تحت يطلع فوق واللي فوق ينزل تحت وكده. تمام.
وبعد كده بقى إيه، هاسيبها برضه شوية وأنت هتلاقيها أصلًا باين عليها من غير أي حاجة بُص اللون، يا نهار أبيض ما شاء الله! بجد، بجد خطيرة، خطيرة. وأنتم طبعًا لو عايزينها شطة كتير هتكتروا الشطة. طبعًا المقطع ده ما أعرفش المفروض كان قبل المقطع اللي عدّى ده يعني. المهم دي كمالة الجزء اللي عدّى يعني. بُصّوا يا جماعة شكلها ما شاء الله ولا شاربة زيت، وأنا الحمد لله يعني كمية الزيت اللي أنا حطيتها زي ما هي، ما الزيت يعني ما خلصش وكده. بالعكس يعني هي ما شربتش زيت، حتى أنا كنت مطلّعاها في مصفى والله العظيم يمكن كمية الزيت اللي طلعت يمكن معلقة صغيرة كده والّا حاجة. دي عملت طبعًا تومية، عاملاها تومية في البيت، أبقى أنزّل لكم الوصفة برضه بتاعتها سهلة جدًا. وحمّرت معاها بطاطس وعملت معاها رز مصر بس عملته بطريقة البسمتي. وعملت سلطة كولس كولس الcoleslaw و وباجي قدّمته بقى بُصّوا أكنِّك طالعة من مطعم، يعني الأكل ما شاء الله والله حتى الكاميرا ظالماه. في الحقيقة أنا كنت من كتر منظر الأكل كان يفتح النِفس، أنا ما كنتش عايزة آكل، أنا عايزة أتفرّج عليه بس. فإن شاء الله تجرّبوه وهيعجبكم جدًا إن شاء الله. بُصّوا ده الرز اللي أنا عملته، فأتمنى إن أنتم تجرّبوه وتقولوا لي رأيكم وإن شاء الله هيعجبكم جدًا، جدًا يعني. طبعًا اللي وصل لحد هنا أتمنى إن هو يشترك معايا في القناة، واكتبوا لي تعليقات حلوة وقولوا لي رأيكم إيه في الأكل بتاعي. طبعًا هو كشكل يعني ادّوني مثلًا تقدير كده، الشكل مثلًا كام من 10. بس هو دي كانت فطارنا. و ونسيت أصور لكم السلطة، تمام، ممكن أبقى أنزّلها لكم لوحديها. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، سلام.